كلنا بقينا على الحديدة ومش عارفين نجيب أجهزة جديدة. في الحالة دي بيظهر لك تاجر الاستيراد وبيقول لك إيه، خد الجهاز ده بتاع بلده. عارفين انتوا الكلام اللي ملوش لازمة ده. ويقول لك مثلا كارت الشاشة ده اب تو مش عارف ايه. ما تخليش حد يضحك عليك، مفيش حاجة اسمها كده. حتة ان كارت شاشة اب تو وان مش عارف كام هيوصل ل 20 جيجا والكلام اللي زي ده. هو بيعمل حاجة اسمها شيرد ميموري، دي ملهاش علاقة بأداء الكارت. شيرد ميموري يعني بيقص شويه من الرامات، يعني حتى لو الرامات اللي عندك مش احسن حاجه او مش مساحتها كبيره، فاللي هيحصل ان الكارت مش هيرفع على الرقم اللي هو بيقول. مش عايز ادخل في التفاصيل بتاعه الاستيراد، ولكن مفيش اي مبرر يخليك تروح تشتري استيراد وانت عندك التجميع اللي قدامك. انت دلوقتي ايه اللي بيخليك تروح للاستيراد؟ اللي بيخليك تروح للاستيراد ان انت عايز ارخص حاجه ممكنه، انت عايز يعني اقل جهاز موجود في السوق. انا بقى جايب لك النهارده تجميعه تعتبر هي اقل حاجه موجوده في السوق، وفي نفس الوقت قابله للتطوير. يعني تقدر ان انت تغير فيها بعدين، تقدر ان القطعه دي تشتريها مستعمله وتبقى وفرت حبه حلوين. فعايز اقول لك ان تجميعه النهارده هي بتمن تجميعات الاستيراد، او بتمن كيسات الاستيراد، لان الاستيراد مش تجميعه. بتمن كيسات الاستيراد ان هنا هتكون قابله للتطوير، وهتقدر ان انت يعني والله ده مش عاجبك هتروح تبيعه تحط غيره. كده كده سوكت اي ام 4، فتقدر ان انت تطور فيه زي ما انت عايز. ده غير في حاجه انا عايز الفت نظرك ليها بمناسبه موضوع ان احنا على الحديده وموضوع كيسات الاستيراد، وهو ان انت عندك في مشكله كبيره ما حدش بيتكلم عنها، وهي الباور سبلاي. الباور سبلاي بتاع الكيسات الاستيراد هو مصمم ان هو يشتغل في مكتب، يعني هو مصمم ان هو يديك 180 320 بحد اقصى، يعني يديك 180 واط 200 واط 320 واط ايا كان. الرقم اللي زي ده انت لو حبيت تطور فيه مش هتعرف. يعني انت لو حبيت تحط كارت شاشة على الكيسة دي مش هتعرف. ليه؟ لان انت محكوم بباور سبلاي. ده غير انك لو قلت طب خلاص انا هغير الباور سبلاي ويعني هجيب باور سبلاي اعلى عشان اعرف ان انا اطور وكده، فعايز اقول لك ان انت الباور سبلاي هتضطر ان انت تجيب له تحويله، لان المداخل بتاعه البورد اللي هي بتاعه الكيسات الاستيراد المداخل بتاعتها مش زي المداخل بتاعه الباور سبلاي، مش ال 24 بين بتاعنا. فهتجيب له تحويله، والتحويله دي احتمال تولع فيك شغلانه منيله بنيله وفي الاخر انت ما وصلتش لحاجه، وفوق ده كله اخدت حاجه مستعمله وحاجه كمان جيل قديم. انا برشح لك جدا ان انت تروح لسوكت اي ام 4، هيديك احسن قيمه مقابل سعر، وهتقدر ان انت تطور بعدين. من غير رغي كتير خليني اقول لك ايه القطعه اللي معايا. واول قطعه اللي هي المذر بورد، ودي انا بهتم بيها، يعني دايما بحب اتكلم عنها كاول قطعه. المذر بورد اللي معايا هي بيسك خالص، هي ما فيهاش اي حاجه. يعني احنا زي ما قلنا كده عايزين نعصر كل مليم معانا بحيث ان احنا نعمل اقل تجميعه ممكنه في السوق. فالمذر بورد دي هي هتشغل الجهاز يعني فاهم؟ اكتر من كده ما يعني ما فيش. مش محتاجه ان البورده تكون فيها دوائر طاقه قويه، لان كده كده انت في الميزانيه دي انت مش هتروح تركب رايزن 9 يعني، فانت مش محتاج اكتر من دي. ده غير ان هي بيركب عليها رامتين، فبرضه انت في الميزانيه دي ما اظنش ان انت هتركب اكتر من رامتين. ده ان يعني عرفنا نجيب رامتين. وانا بنصحك بقى في الحاله دي لو انت هتجيب رامه اقل من 16 هاتها قطعه واحده. شوف يعني انا دايما بقول لك اعمل دول تشانل وحط رامتين 8 احسن من واحده 16 وبتاع، ولكن في الحاله دي هات واحده 16. هتقولي ليه يا عم احمد؟ عشان لما تيجي تطور بعد كده عايز تحط رامه تانية ما تبقاش اتزنقت، يبقى معاك في حاره فاضيه تقدر ان انت تضيف فيها رامه كمان. البورده اللي معايا دي سعرها بتتكلم في حوالي من 2500 ل 2900. البورده هي الحاجه الوحيده اللي ما انصحكش ان انت تروح تشتريها مستعمل، هي والام في ام اي او وحدات التخزين عموما. ليه؟ هقول لك كمان شويه. ولكن البورده لو اتعمل عليها لحمات، لو في حاجه اتغيرت فيها انت مستحيل تعرف. طب ايه اللي انا بنصحك ان انت تشتري مستعمل؟ بروسيسور اللي هنجيله كمان شويه والرامات. لكن البورده دي انا انصحك ان انت تروح تشتريها جديده. طبعا قدرت ان انت تزود شويه وتطلع للبي 450 هيكون الوضع احسن بكتير. نركن البورده على جنب وتعالى ندخل في الرامات. والرامات اللي معايا طبعا العلبه فاضيه لان انا ركبت الرامات بالفعل. الرامات اللي معايا هي من هيك فيجن 3200 دي دي ار 4، رامه تقليديه جدا. عايز تنزل بالمستوى وتجيب رامه اللي هي اللي ما بيبقاش عليها هيت سينك تمام، ولكن هتلاقي فرق السعر عبيط، هتلاقي فرق السعر 100 جنيه ولا حاجه. فانا انصحك ان انت تروح للي بالهيت سينك، خصوصا ان هي سي ال 16. سي ال ده اللي هو معدل الاستجابه او زمن التاخير. يعني انت ممكن تروح تشتري الرام مستعمله، بس خلي بالك ان هي تكون 3200. خلي بالك ان التردد بتاعها يكون 3200 مش 2666. ليه؟ لان انت هتلاقي ان السعر قريب من بعضه قوي وانت كده كده هتجيبها مستعمله، فتقدر ان انت تاخد دي بتمن دي. سعر الرامه لو هتجيبها جديده بتتكلم في رينج ال 1700 جنيه. 1700 جنيه انت لو هتجيبها مستعمله انت ممكن تقف عليك ب 1000 جنيه مثلا، دي تروح تجيبها مستعمله. طيب بالنسبه للبروسيسور، البروسيسور اللي معايا هو رايزن 5 3400 جي. وليه انا رحت للبروسيسور ده؟ انا رحت للبروسيسور ده لان سعره رخيص. انت لو طلعت لل 5600 جي تي هتلاقي نفسك دفعت حوالي 6000 5500 في الرينج ده، انا مش فاكر سعره قوي.
ولكن هتلاقي نفسك دفعت في الرينج ده. فاحنا عايزين يعني نعصر كل جنيه معانا، فده هيكون صفقه بالنسبه لك بالسعر بتاعه. ولو انت ملاحظ انا بقول لك 3400 جي، 3400 جي يعني جواه كارت شاشه داخلي، فانت مش محتاج تشتري كارت شاشه، هتمشي حالك بيه لحد ما ربنا يكرم وتبتدي ان انت تجيب كارت شاشه، بعدين تغير البروسيسور وبس، هيبقى عندك جهاز كويس مش محتاج تغير حاجه تانية. فالبروسيسور ده سعره جديد بيعمل حوالي 3200، من 3200 ل 3500، بس تقدر تجيبه مستعمل في رينج ال 2000. فانت لو جيت حسبتها هتلاقي ادي 2000 و1000 3، والبوردة 2000 ونص، قول يا سيدي 3000، ادي 6000. تعالى بقى نروح نجيب اي كيسة كومبو بالباور سبلاي بتاعك. انت في الوضع اللي انت فيه ده مش محتاج باور سبلاي عالي، ولكن كده كده الكيسات الكومبو بتيجي ب 600 واط باور سبلاي، وده اكتر من كافي ليك. فانا رحت للانتك معاها باور سبلاي 650 واط، هسيب لكم الموديل بتاعها على الشاشه محطوطه جنبي هنا اهي، بس طبعا لو طلعتها هتوقع الدنيا. فتعال نجمع الجهاز وانا هختصر عليك يعني الكعبله بتاعت الكيسه دي، يعني ايه هنختصرها من الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعال نجمع واجيلك تاني. تقريبا التجميعة دي هتقف عليك في رينج كام؟ هتقف عليك في رينج ال 10000 جنيه مصري، ده لو بعض القطع رحت جبتها مستعملة. لو رحت جبت كل القطع جديدة بتتكلم في سكة 13000 14000 جنيه مصري. وطبعا انا بنصحك ان انت يعني الرام والبروسيسور ممكن الكيسة تجيبها مستعملة، هيكون الوضع كويس جدا، بس تتأكد من حالتهم. لو عايز تعرف ازاي تفحص القطعة وانت بتشتري مستعملة ممكن ابقى اعمل لك فيديو بالموضوع ده، ولكن انت لو جبتها مستعملة هتوفر كتير. وانا بقول لك 10000 جنيه ده في اسوأ الظروف، يعني لو انت جايب القطعة اصلا غالية مستعملة، لكن تقدر تنزل شوية عن السعر ده. لو انت جيت حسبتها ال 10000 جنيه دول ممكن يجيبوا لك ايه في الاستيراد؟ فعليا هم يعني اقصى حاجه ممكن يجيبها لك جيل عاشر، ان هو هيجيب لك مثلا اي 5 ولا اي 7 جيل عاشر، وشكرا على كده. انت محكوم بباور سبلاي، محكوم بالبروسيسور، السوكت مش تقدر ان انت تغير البروسيسور لان الباور سبلاي برضو زنقك، محكوم بكارت الشاشه بسبب حجم الكيسه وبسبب الباور سبلاي. فما فيش اي مبرر يخليك تروح تشتري استيراد، ما تخليش التاجر يضحك عليك، اعمل لك تجميعه زي دي هتقدر ان انت تطور فيها بعدين، تقدر ان انت تغير البروسيسور، تغير الرام، تغير اي حاجه انت عايزها، تضيف كارت يا سيدي. باور سبلاي لسه معاك مساحه حلوه.
يعني انت هتلاقي الجهاز ده كله على بعضه يعني مش مكمل ال 150 واط، فانت معاك 500 واط تلعب فيهم براحتك. تقدر ان انت تحط كارت شاشه وتحط اللي انت عايزه. بالمناسبه 10000 جنيه دي اللي هو بتتكلم في حوالي 200 دولار، يمكن 180 في الرينج ده. وانا قلت السعر دلوقتي بالدولار عشان لو شفت الفيديو ده يعني غير وقت نزوله تبقى عارف برضو هي تسوى كام وقت. اتمنى يكون الفيديو فادك، ما تخليش حد يضحك عليك، محدش يقول لك روح اشتري استيراد ده بتاع بلده ده مش عارف ايه، مفيش حاجه اسمها كده. روح اعمل لك تجميع زي دي هتعرف تعصر كل مليم معاك وهتطلع باحسن اداء. الفيديو اللي جاي انا هجرب التجميعه دي على برامج زي دافينشي وعلى بريمير وعلى الالعاب، لان انا عارف ان معظم الناس اللي هي بتبقى يعني بتحاول تعصر كل مليم معاها هو اكيد عايز يطلع منه فلوس، فانصحك ان انت تبتدي تشتغل عليه، تبتدي ان انت يعني تتعلم عليه، تعمل اي حاجه من الحاجات دي، ما يبقاش انت بتعصر نفسك العصره المنيله بنيله دي عشان تلعب في الاخر. صحيح ماشي انت عايز تلعب تمام مفيش مشكله، ولكن اللي يعني الدنيا مقرطه معاه قوي كده حاول ان انت تستغل الجهاز بتاعك في ان انت تطلع منه فلوس. المهم تستنوا الفيديو اللي جاي، هجرب ان انا اختبره بقى واعتمد عليه كجهازي الرئيسي، فما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو الفيديو فادك باي حاجه ما تنساش ان انت تسيب لي كومنت. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.